برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء النور، هكون معاكم سلمى أشرف في برنامج اسمع للآخر على برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. وموضوع حلقتنا النهاردة عن إنك تفضل تبقى الطرف اللي تاخد قرار النهاية في العلاقة، ولا تكون مستني الطرف التاني ياخد القرار بالنيابة عنك. وفي كل الأحوال هتاخد قرار النهاية أو لأ، الأهم إنك تكون على استعداد تام لتحمل النتيجة مهما كانت. خلينا نقرأ الرسائل اللي وصلتنا على موضوع حلقة النهاردة. وأول رسالة معانا من سيلا بتقول: أفضل إني أخد قرار النهاية علشان محدش يكون متحكم في قرار مهم في حياتي. وده رأيي أحترمه جدا لأنه منطقي. الرأي التاني من ملك اللي بتقول: أنا مفضلش أخد قرار النهاية، أفضل إني أكون رد فعل للقرار اللي هياخده الطرف التاني علشان مش عاوزة أحس بالذنب في المستقبل. حاسة إن ده رأي ناس كتير هتبقى متفقة عليه وجميل، بس أعتقد في علاقات معينة بيكون لازم تاخدي فيها القرار بنفسك من غير ما تحسي بالذنب. ومعانا رسالة تانية من طاهر بيقول: ما أعتقدش إن قرار البعد بالسهولة دي، ولازم يكون في أذى كبير اتعرضت له علشان أقدر أخد قرار زي ده. أكيد قرار النهاية مش بيكون بالسهولة دي، خصوصا لو العلاقة دي من سنين. مروان بيقول: أنا مصدق في مقولة اعتزل ما يؤذيك، عشان كده لو صدر أي تصرف من حد ضايقني بنهي علاقتي بيه. أعتقد إنها مش بالسهولة دي يا مروان، لأن الأذى ده مش شرط يكون الشخص قصده، لأن إحنا مش ملايكة، والأهم إن كلنا بنغلط. ومعانا رسالة تانية من شريهان بتقول: مريت بالتجربة دي وأنا اللي أخدت القرار، لأن محدش فينا كان عنده الشجاعة الكافية لقرار زي ده، وكنا إحنا الاتنين بنتعرض لأذى من العلاقة دي، فكان لازم حد يوقف ده مهما كانت العواقب. أحترم شجاعتك جدا، لأن أكيد القرار بيكون سهل على اللي بيسمع، لكن وقت التنفيذ بيكون أصعب ما يكون. ومريم بتقول: وليه أصلا حد ياخد قرار النهاية لما ممكن نحاول نصلح العلاقة دي لو باقيين على بعض؟ أكيد يا مريم اللي بيكون باقي على العلاقة دي بيحاول يصلح، بس أوقات بيكون كل ما حاولت تصلح كل ما بتضيع وقت على الفاضي في علاقة انت عارف كويس انها هتنتهي، سواء دلوقتي أو بعدين. وفي النهاية أحب أقول: سواء هتاخد القرار أو هتبقى رد فعل، الأهم إنك تاخد القرار اللي تقدر تتحمل عواقبه، سواء الإحساس بالذنب أو إنك تبقى مشفق على الطرف التاني، أو إنك تقدر تستحمل التوتر اللي هتفضل فيه لحد ما الشخص التاني ياخد القرار بالنيابة عنك. وفي النهاية أتمنى يكون موضوع حلقة النهاردة عجبكم. كنت معاكم سلمى أشرف وبرنامج اسمع للآخر.